ما تحتاج أن الإنسان يتدخل فيه. على سبيل المثال اليوم أنت على أساس تكتب إيميل، يا أنك تكتبه بنفسك أو مثل ما تو قلنا تدز حق شات جي بي تي، مثلا تقول له والله أنا موضوع 1 2 3 اكتب لي إيميل، فيكتب لك إيميل تقدر تقول له قصره طوله حطه. بالمستقبل هو أساسا لما يوصل له إيميل هو يدري أنت شنو تبي. إذا كان مثلا لقاء عمل على سبيل المثال، هو راح يدش مثلا على الكالندر مالك، يعرف إذا أنت فاضي، يرد على الشخص هذا يقول له إي والله أنا فاضي، هذا خلاص اعتمد الموعد. أنت ما سويت شيء، وهو أساسا بعد ما أخذ رأيك لأنه يعرف كل المعلومات كل المعطيات عنده، مجرد أنه يرد على الشخص. فأنا أعتقد وايد أمور، حتى مثلا الغسيل، الأمور هذه إذا وصلنا إلى مرحلة أن الغسالة هذه مثلا أو الطابعة أو الجهاز الفلاني تلفزيون مثلا أو أي شيء في ذكاء اصطناعي حقيقي، هني أنت وايد أمور ما راح تسويها. ما راح تضطر أنك تبطل التلفزيون، ما راح تضطر أنك تشغل غسالة، ما راح تضطر أنك تحط مثلا الملابس، كل هذا راح يصير يعني بشكل يعني أوتوماتيد، راح يكون يعني تلقائي، ما تحتاج أن